اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وحدات كده من الكنافه، شكلها جميل وعامله زي الكب كيك. انا عاملاها بالكريمه وحاطه عليها كده وحدات من الفراوله كنوع من التزيين، بس بجد شكلها تحفه زي ما انتم شايفينها كده. الوصفه دي صيامي، والمفاجاه بقى انها معموله بطريقه صحيه، يعني سعراتها قليله جدا ومناسبه ليكي لو بتعملي دايت. يعني لو اكلنا قطعه كده او قطعتين مفيش اي مشكله، مش هتزود الوزن ولا حاجه. تابعيني بقى في الفيديو علشان تشوفي الطريقة، ويلا كده اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية كده انا جبت الكزرولة بتاعتي، حطيت فيها كوباية من لبن جوز الهند. احنا عملناه قبل كده في فيديو منفصل على القناة، طريقته سهلة جدا. ودلوقتي في بودر بتدوبيه كده في كوباية من المية في المحلات اللي هي بتبيع حاجات الأديرة، موجود ومتوفر وسعره ما بيبقاش غالي. تقريبا الكيلو بتاعه 260 جنيه. انت بتجيبي ربع كده وبتخليه عندك في الصيامات، وبتدوبي كده معلقتين في كوباية من المية. انا حطيت دلوقتي كده معلقتين من الكسر، معلقتين كبار من الكسر الجاهز، وكمان ضفت عليهم معلقه ونص من السكر. انا حطيت سكر سويتال، المعلقه بتاعته بتبقى صغيره قوي، حطيت معلقه ونص. انت لو عايزه السكر عادي مفيش اي مشكله، ضيفي حوالي معلقتين من السكر العادي. ورفعتهم كده على النار وابتدأت اقلبه تقليب مستمر، ما نزلتش ايدي خالص لغايه ما بقى بالقوام ده. اللون الاصفر ده بتاع الكاستر الجاهز، ممكن بلاش الكاستر جاهز خالص وتحطي نشا. حطيت كده الكريمه بتاعتي في البوله وغطيتها بالشكل ده وهسيبها تبرد. ممكن تحطيها بقى قدام مروحه وبعد كده تحطيها شويه في التلاجة. جبت بقى الكنافه، يعني افضل حاجه للكنافه تعمليها وهي مفرزاها كده، تكوني جايباها قبليها بيوم وحطها في الفريزر تكون جامده، تقدري ان انت تفرفتيها بسرعه. بس بصراحه انا الوصفه دي عملتها، ابني راح جاب لي الكنافه بسرعه وابتدات اعملها، ما لحقتش ان انا افرزها. بس ماشي الحال، عملتها بالمقص زي ما انتوا شفتوا كده، برضو بتبقى طريقتها سهله جدا. وفي ثواني كده عملتها وبقت بالشكل ده، ما غلبتنيش ولا حاجه. حلو قوي كده. هجيب بقى دلوقتي معلقه من السمنه، اي سمنه بقى انت بتفضليها، هي لو سمنه بلدي طبعا بتبقى افضل، بس عشان عاملاها صيامي فانا حطيت معلقه من السمنه النباتي. وابتدات احطها على الكنافه بالشكل ده، وهشرب بقى كل فتفوته كده من الكنافه بالسمنه. انا مش عايزه احط سمنه كتير لان انا عامله دي الوصفه دي للي عايز يعمل دايت، وصفه كده خفيفه وبسيطه، وطعمها مش هيفرق كتير عن اللي حط لها مثلا نص كوبايه من السمنه. يبقى انا حطيت معلقه واحده من السمنه. هو طبعا لو سمنه بلدي هتبقى حلوه جدا وطعمها حلو وهتبقى كمان صحيه، بس احنا علشان صايمين حطينا سمنه نباتي. ممكن كمان تحطي معلقه او معلقتين من الزيت بس مش اكتر. وكمان لو زيت جوز الهند هيبقى كمان افضل، بس انا مرضتش استخدمه المره دي لان في ناس كتير ما عندهاش زيت جوز الهند، بس بيبقى صحي جدا. ودلوقتي بقى جبت صينيه الكب كيك وابتدات احط فيها الكنافه، وزي ما شفتوا كده اضغط عليها ضغطه حلوه جدا بعد ما بسكنها كده في القطعه بتاعه الكب كيك. ودلوقتي بقى هدخلها الفرن على درجه حراره قليله، ما تزوديش، يعني حوالي تقريبا 180، ما تزوديش عن كده. اول 10 دقايق 180، وبعد كده وطلها كمان على 160 علشان تقرمش. هعمل بقى السيرب بتاع الكنافه، مش عايزين نستخدم سكر. انا جبت معلقه كبيره كده من العسل وحطيت عليها معلقتين من الميه، يعني قولي مثلا معلقه ونص من العسل، عليها كده معلقتين من الميه. انا عايزاها تكون تقيله برده مش خفيفه عشان الكنافه بتاعتك تقرمش ما تبقاش طريه. حطيت عليهم معلقتين من الميه السخنه اللي بتغلي عشان تدوم معاكي كويس. خلاص كده طلعت من الفرن، حمصتها تحميصه حلوه عشان تبقى مقرمشه. بصوا اللون بتاعها تحفه. انا ما قلتلهاش الشوايه ولا حاجه، بس لو فرنك محتاج ايد الشوايه مفيش اي مشكله، اديلها الشوايه في الاخر. بصي هي سخنه في ايديا مولعه، بس التسويه بتاعتها تحفه يا جماعه. هجيب بقى بسرعه وهي سخنه السيرب اللي انا عملته، اللي هو عباره عن عسل، معلقه ونص من العسل عليهم معلقتين او معلقتين ونص من الميه، ودوبتهم كويس قوي وابتدات اسقيها بالشكل ده. لو مش حابه تعملي خطوه العسل يبقى لازم يكون عندك سيرب تقيل مش خفيف وتسقي بيه الكنافه بالشكل ده. طبعا انا بحط كده لكل واحده معلقه او معلقتين مش اكتر. شايفين بقى السوا بتاعها، شربت بقى العسل وتحفه. بس مش لازم يا جماعه بقى نغرقها بالسكر والكلام ده، عايزين نعمل حاجه خفيفه وصحيه. ودلوقتي بقى هجيب الكريمه اللي انا عملتها اطلعها كده من التلاجة واحط عليها معلقه واحده بس من كريم شانتيه عشان هيديها تيست عالي كده ودسامه كده، بس هتبقى برده خفيفه مش تقيله، لان هي معلقه واحده لما توزعيها على الكبات دي كلها هتبقى برده خفيفه. بس لازم نديها تيست كده حلو، مش عشان يبقى بس لبن جوز هند ونشا، لا. احط لها كده معلقه من الكريم شانتيه الصيامي وهبتدي اضربها بالمضرب ده. ممكن تستغني عن خطوه المضرب دي خالص وتعمليها بالهاند بلندر او بالمضرب اليدوي. دلوقتي جبت كيس الحلواني وحطيت فيه الكريمه بالشكل ده عشان يبقى سهل عليا التزيين وما بهدلش الدنيا. الخطوه دي يا جماعه بسيطه كده وسهله وما تبهدليش الدنيا، يعني ممكن احط بالمعلقه بس دي كده افضل.
احط بقى وحدات الكنافه بتاعتي، شايفين بتطلع بكل سهوله. لكن لو صينيه الكب كيك بتاعتك الومنيوم لازم تدهنيها، وممكن تعملي نفس الطريقه في صينيه كده صغيره وبعد كده تقسميها وحدات، مفيش اي مشكله. هقص بقى القطعه الاولانيه كده بالمقص وابتدي ازينها بالشكل ده عشان تبقى سهله عليا اهو. شايفين حلو قوي كده؟ شايفين بقى البساطة والسهولة بتاعتها؟ بجد مفيش أبسط من كده. وعايزة أقول لكم كمان إن النتيجة بتاعتها تحفة. يعني انتي لو صايمة وعاملة دايت تقدري تعملي الكبات دي، هتبقى ممتازة جدا. تاكلي منها بقى واحدة أو اتنين، سعراتها قليلة بس طعمها بقى تحفة. مش هتفرقيها عن الكنافة العادية اللي بتحط لها بقى سمنة كتير وسيرب كتير والكلام ده كله. بصوا يا جماعة، مفيش أهم من الصحة. يا ريت تخلي بالكم من أكلكم، الاكل يكون صحي، مفيش احسن من كده. واللي بيحب الاكل الصحي وبيحب يعمل دايت، انا عامله قناه تانية موجوده برضو على اليوتيوب باسم قناه دايت اند هيلثي، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في صندوق الوصف. طبعا انا يفرحني ان انتوا تشتركوا فيها وتتابعوها. شايفين بقى القبات بتاعتنا شكلها جميل جدا وطعمها احلى من شكلها. انا بتمنى تكون الوصفه بتاعتنا النهارده عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب القناه، وهستناكم على قناتي التانية تنوروني وتشرفوني فيها.